في وقت متأخر من الليل أو حتى وانت ماشي وسط دوشة الناس، بيجيلك إحساس غريب، كأن في حاجة جواك بتشدك لتحت. أفكار تقيلة تشككك، تخوفك، تخليك تحس إنك أضعف مما انت فاكر، وتقول يمكن أنا تعبان نفسيا. بس خليني أقولك حاجة مهمة، مش كل تعب جواك منك. في صوت مش بيزعق، مش بيظهر، بس بيهمس. الشيطان مش بيجي يقولك اعصي، هو بيجي يقولك طب هو ربنا سمعك فعلا؟ طب انت ليه بتحاول؟ طب ما يمكن مفيش فايدة. يسألك أسئلة ويسيبك تغرق فيها. أول حاجة بيضربها فيك اليقين، مش علشان يقنعك بحاجة واضحة، لكن علشان يهز الثقة اللي واقف عليها. لما الثقة تهتز، كل حاجة بعدها بتقع بسهولة. وبعدين يبدأ المرحلة التانية، يبرد قلبك. تبقى كنت ناوي تقرب من ربنا، تبطل عادة غلط، تبدأ صفحة جديدة. فجأة تحس بتقل، فتور، ملل. مش كره للطاعة، لكن فقدان حماس. هو مش بيمنعك بالقوة، هو بيطفي النور واحدة واحدة. وبعدها يزين لك الغلط. ما يقولكش دي معصية، يقولك دي راحة، دي متعة بسيطة، دي حاجة تنسيك همك. يغلف السم بسكر، ويخليك تحب اللي بيضعفك وتكره اللي بيقويك. تكسل عن المذاكرة، تأجل شغلك، تبعد عن الناس الكويسة، وتنجذب للي يضيعك. كأن البوصلة جواك اتقلبت. ولما ينجح في ده، يبدأ يعزلك، يشكك في نوايا اللي حواليك، يحسسك إن محدش فهمك، إن محدش بيحبك، ويخليك تقول أنا لوحدي. بس الحقيقة إنك مش لوحدك، إنت بس سبت الأفكار تمشيك. طيب نعمل إيه؟ أول حاجة، ما تحاولش تحارب الفكرة بعنف، استبدلها. عقلك ما يستحملش الفراغ، لو ما شغلتوش بالحق هيشغلك بالباطل. ابدأ بدعاء بسيط بس صادق، يا رب ثبت قلبي ونور عقلي. وبعدها راقب أفكارك، مش كل فكرة جوه دماغك تخصك. اسأل نفسك، الفكرة دي بتقويني ولا بتضعفني؟ لو بتضعفك ما تمشيش وراها. وخلي لسانك دايما شغال بالذكر، مش تكرار وخلاص، لكن حضور. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. الكلمات دي مش بسيطة، دي بتعيد ترتيب الفوضى اللي جواك. اقرأ قرآن حتى لو صفحة، مش علشان الثواب بس، لكن علشان يرجع لك توازنك. حرك جسمك، كلم حد بتحبه، واسجد واشتكي لربنا ضعفك. الشيطان ما يستحملش قلب متصل بالله. افتكر دايما، الوسواس فكرة، بس الفكرة دي لو سبتها تكبر ممكن تهد حياة. وانت تقدر تطردها، مش بالصوت العالي، لكن بالنور. قرب من ربنا وهتلاقي الضلمة بتختفي لوحدها.